السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن أخبار نادي الزمالك الكام يوم اللي فاتوا النهاردة، وإيه اللي هيحصل الأيام اللي جاية. كأس العالم خلاص انتهى وداخلين على موسم جديد، تقريبا شهر أو أقل من شهر على بداية الدوري المصري. وللأسف الشديد إن الفرق كلها بدأت تجهز نفسها وتجيب لعيبة وتجيب مدربين. في فرق بدأت التدريب، في فرق نزلت فعلا التدريب، في فرق خلاص هتنزل. ولحد دلوقتي الزمالك ما نزلش تدريب. يعني يمكن الحركة الوحيدة اللي احنا خدناها ان الزمالك جاب مدرب صربي اسمه فوك روزوفيتش. مين فوك رازوفيتش ده؟ السي في بتاعه يعني ده مدرب صربي عنده 53 سنة، مواليد 3 يناير 1973. ايه الكارير بتاعه؟ هنشوف مع بعض الكارير بتاعه. المعلم فوك رازوفيتش درب الأول، كان مساعد مدرب في صربيا لفريق بارتيزان بلجراد الصربي، ده فريق مشهور من أشهر الفرق هناك في صربيا. ومسك دينامو مينسك برضو في صربيا، وفريق كمان كده اسمه نابرداك، معرفش ايه في البوسنة ولا معرفش فين ده. ومسك الفيصلي ومسك الزفرة والوحدة والفيحاء السعودي وكلبة. اشهر حاجة طبعا للمدرب الصربي هو انه اخد بطولاته، يعني اللي حققها ان هو اخد الدوري الصربي مع بارتيزان 4 مرات، منهم مرتين كمساعد، واخد معهم كاس صربيا مرتين. وعلى مستوى الخليج افضل انجاز حققه كان بطولة كأس الحرمين، بطولة كأس يعني السعودية مع فريق الفيحاء لما انتصر عليهم بضربات الجزاء. ما انتصر على الهلال بضربات الجزاء. اه ده المدير الفني الصربي، مدير فني جديد لنادي الزمالك. لسه طبعا اللعيبة ما رجعتش عملت كشف طبي ولا بدأوا التدريب. طيب ليه لحد دلوقتي لسه الصفحة الرسمية للنادي ما أعلنتش عن المدرب أو المدير الفني الجديد؟ لماذا لم يعلن الزمالك حتى الآن التعاقد مع فوك رازوفيتش؟ قالك إن السبب الرئيسي وراء تأجيل الإعلان يعود إلى رغبة مسؤولي الزمالك في إنهاء ملف المدير الفني الحالي معتمد جمال بشكل رسمي أولا قبل ما يعلنوا عن التعاقد مع رازوفيتش. معرفش بصراحة ايه العلاقة يعني، بس يعني خلال ساعات هيتم الإعلان عن رازوفيتش المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. الأخبار كلها طبعا آخر يومين عن المدير الفني لنادي الزمالك. في كلام إن الكابتن معتمد جمال هيمسك المنتخب الأولمبي. دي هتبقى خطوة، مش عارف بصراحة خطوة إيجابية أو سلبية لمعتمد جمال. الراجل بصراحة عمل شغل كويس معانا بصراحة الموسم اللي فات، وقدر إن هو يحقق بطولة الدوري، وكان يعني قاب قوسين وأدنى من تحقيق كمان لقب قاري وهو بطولة كأس الكونفدرالية. آه شيء غريب إن الأيام اللي فاتت لسه مش عارفين، لسه لحد دلوقتي مش عارفين كم
قضية انتهت وفاضل كام قضية عشان ناخد الرخصة الافريقية. لحد دلوقتي لسه مخدناهاش، لسه مخلصناش كل القضايا. كده كده طبعا الزمالك مش هيعرف يتعاقد للأسف الموسم ده مع لعيبة جديدة بسبب وقف القيد التأديبي اللي الزمالك أخده من الفيفا. فانت كده كده خلصت القضايا ما خلصتش القضايا، للأسف مش هنعرف نجيب لعيبة جديدة. عشان كده الناس كلها كانت متضايقة لما مجلس الإدارة باع حسام عبد المجيد. هنشوف الأيام اللي جاية آخر الأخبار، هنقدر نحقق إن احنا نخلص القضايا وناخد الرخصة قبل نهاية شهر 7 ولا لأ. هنشوف الاستعداد الموسم الجديد مع المدرب الصربي هيبقى عامل ازاي. هل المدرب الصربي هيبقى نسخة من السباك اللي كان ماسك النادي مع بداية الموسم اللي فات اللي هو سيء الذكر يانيك فيريرا، ولا هيكون مدرب مختلف؟ اتمنى يكون مدرب مختلف علشان ما نكررش غلطة الموسم اللي فات تاني ونبدأ الموسم بداية وحشة وبعدين نفضل صابرين على المدرب لحد ما نمشيه بالعافية بعد ما يكون فات الأوان، وأنت ترجع تجيب مدرب متلاقيش مدربين فتجيب مدرب مؤقت مصري يكمل الموسم. فمش كل موسم يعني مش كل مرة تسلم الجرة، مش زي ما حصل الموسم اللي فات والدنيا مشيت وخدت الدوري بمعجزة. فأتمنى يكون مدرب كويس. الكلام عليه كتير ان هو مدرب دفاعي اكتر، مش عارف ايه. هنشوف. كل التوفيق لنادي الزمالك الفترة اللي جاية قبل بداية الموسم الجديد. اتمنى الاستعداد للموسم الجديد مع مدرب جديد يكون استعداد بشكل قوي. فكرة ان مفيش لعيبة جديدة هتخش على الفرقة، هي نفس لعيبة الموسم اللي فات، هم اللي هيكملوا. فدي نقطة انا شايفها نقطة ايجابية وسلبية في نفس الوقت، ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. لا سلبياتها طبعا ان انت ما دعمتش، اكيد في خطوط ومراكز كانت محتاجة تدعيم. لكن ايجابياتها اعتقد ان التيم هو نفس التيم، اللعيبة هي نفس اللعيبة. كلهم حافظين بعض، حافظين الطريقة اللي كنا بنلعب بيها، حافظين كل حاجة. الفكرة بس ان في مدرب جديد دخل على المجموعة. والله انا لو صاحب القرار انا كنت ممكن اخلي معتمد جمال يكمل عادي جدا الموسم، يبدأ معانا الموسم الجديد ونشوف، بدل ما نغامر ونجيب مدرب اجنبي وندفع له بالدولار وفي الاخر يطلع خازوق ونمشيه بعد كام ماتش زي ما حصل الموسم اللي فات. على العموم هنشوف الايام اللي جايه، هنشوف ايه اللي هيحصل. كل التوفيق لنادي الزمالك.